السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. رجعت لكم تاني بعد فترة غياب، وقلت اول فيديو بعد الرجوع لازم يكون اكلة مصرية على اصولها الكل بيحبها. هنعمل النهاردة فراخ مسلوقة ومشوية في الفرن، شوربة لسان عصفور، وطبق سلطة صغير، وطاجن رز معمر بالقشطة، وشوية ملوخية. بصوا الجمال. يا رب تعجبكم، ولو عاوزين وصفات معينة اكتبولي في التعليقات. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وحشتوني جدا ومستنياكوا دايما. يلا بينا نبدأ. هنجهز الحلة وهننزل فيها بمعلقة سمنة كبيرة ونسيحها خالص ولحد ما السمنة تسخن. انا بحب اتبل الفرخة بشوية بصل مفرومين ونص جزراية ونص طماطمايه بشوية ملح وفلفل في الكبة كده قبل ما اسلقها. هننزل بفصين مستكة وفصين حبهان وكام ورقة لورا، هنديهم تقليبة كده خفيفة. وبعد كده بقى هننزل بفرختنا هنشوحها من جميع الاتجاهات كده ونقعد نقلب فيها لحد ما تاخد لون جميل. والتتبيلة اللي انا بتبل بيها الفرخة قبل السلق دي بتديها ريحة حلوة قوي، بتفرق والله جامد. شايفين اللون حلو ازاي؟ وفي برضو ناس بتحب تغلي مية وتنزل الفرخة فيها على طول، انا برضو ساعات بعمل كده، بس دي طريقة تانية بتدي للفرخة ريحة وتشويحة حلوة قوي قبل السلق. شوفوا اللون كأنها اصلا متحمرة. وبعد كده هنزل عليها بمية مغلية وهنغطي عليها بقى ونسيبها تتسلق. انا دلوقتي هحضر ملوخية، معايا كيس ملوخية جاهز. هنضيف بقى معلقة كبيرة من السكر ومعلقة من الكزبرة الناشفة، وهنزل كمان بمعلقة سمنة بتفرق جدا والله في الطعم. وبعد كده هحط كمان مكعب مرقة دجاج، اللي ما بيحبش مكعب مرقة الدجاج ما يضيفش، بس انا بحب طعمه مع الملوخية. وبعد كده ضفت فص ثوم مفروم وقلبت كل ده مع بعض. وبعد كده هضيف بقى 4 كبشات شوربة، الاربعة حلوين جدا مع كيس الملوخية، سمكه بيبقى حلو. وجبت طاسة وحطيت فيها معلقة سمنة كبيرة وهحط شوية ليا، شفتوا وقعت زي ما شفتوا كده دلوقتي وقعت مني. وهقلبها جامد. هو في ناس بتحب اللي انا مش من هواتها قوي، بس يعني ايه، كنت عايزة بقى الاكلة زي اكل زمان كده. اكل ماما بتحب قوي تضيف الليا. وحطيت كمان معلقة توم كبيرة وقلبت كل ده مع بعضه. وضفت معلقة كزبرة. وهنقلب بقى. طبعا الريحة مش قادرة اوصف لكم، طبعا الملوخية بريحة اللي هي حاجة خطيرة كده. وضفت كمان شوية شطة وهنزل بقى بيهم سامعين طبعا الصوت خطير جدا. ما شاء الله. السمك حلو ولونها مظبوط وكل حاجة تحفة بصراحة. مش هنغطي بقى عليها خالص، هنسيبها على جنب كده مكشوفة. ودلوقتي الفرخة اتسلقت زي ما انتوا شايفين لونها كأنها متحمرة، والله اللي بيحب الفراخ المسلوقة ياكلها كده على طول. ودلوقتي بقى ان شاء الله هنحضر طواجن رز معمر. هنحط سمنة في كل أرضية البرمة وهنغلفها يمين وشمال كده. وبعد كده بقى انا غسلت الرز هنا مصري عادي، هنغسله ومش هننقعه. هنحط في كل طاجن، انا حطيت في كل طاجن من ده كوبايه الا ربع، كل واحد بقى على حسب الطاجن اللي عنده يتحكم فيه. ضفنا اخر شويه رز في الطاجن. ودلوقتي انا كنت غاليه حليب اللي هو اللبن الجاموسي عشان بيبقى قشطته جميله جدا. هنضيف بقى في كل طاجن، هنغطي الرز يعني هنسيب من فوق كده 2 سنتي عشان بس ما يفرش ويغرق الدنيا في الفرن. وخلاص كده الكمية خلصت زي ما انتوا شايفين. هنضيف بقى في كل طاجن ربع معلقة سكر صغيرة بتديها طعم جميل قوي. وشوية ملح، يعني برضو ربع معلقة ملح في كل طاجن. الرز العمر ما بيكونش مملح، يعني بيكون طعمه حلو. دلوقتي انا كنت مجهزة شوية علبتين زبادي و4 معالق كبيرة من القشطة. وهننقعه بقى على الاقل ساعة قبل ما ندخله الفرن، وبندخله على فرن سخن جدا تحت الشواية لحد ما ياخد لون. وبعد كده هننزله في ارضيه في الفرن على اول رف من تحت ويسيبه في الفرن بس نص ساعة. دلوقتي بقى هنحضر شوية لسان عصفور كده على السريع. نزلت بمعلقة سمنة وعليها شوية لسان عصفور لحد ما يحمر. وبعد كده احط معلقة صلصة بتدي لون وطعم للشوربة حلو قوي. وبعد كده بقى هنسيبها على النار 10 دقايق مش اكتر، 12 دقيقة بالكتير قوي عشان لسان العصفور بيستوي بسرعة جدا.
هنغطي بقى عليه ونسيبه على جنب. والفرخة خلاص بتاعتنا خرجت من الشوربة، بدهنها بقى بشوية باربيكيو على شوية كاتشب وشوية سمنة وشوية ملح وفلفل، وممكن نضيف كمان عسل لو متاح، بيديها لون تحفة جدا بعد ما بتخرج من الفرن. هندخلها بقى تحت الشواية لحد ما تاخد لون. وهنا خلاص بقى جهزنا كل الاكل، وهنغرف الملوخية في الطبق. شايفين سمك الملوخية ولونها والتقلية فيها، كل حاجة مظبوطة بصراحة. والفرخة بعد ما خرجت من الفرن كأنها مشوية بدون خطوات معقدة. يا ريت تجربوها وتقولي ايه رأيكم. ودلوقتي بقى كمان نشوف لسان العصفور. شوفولي لونه وجماله، والسوا مظبوط جدا واللون رهيب. الصلصة بتفرق في لون الشوربة وطعمه. والرز المعمر بقى، شايفين السمك بتاع الرز كريمي خطير، السوا مظبوط جدا، مفلفل مش معجن، اللون، كل حاجة بصراحة ما شاء الله تحفة جدا. جربوها واكتبوا لي رأيكم هنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. ولو انتم مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل اشعارات بالوصفات الجديدة قبل اي حد. اشوفكم على خير.